هو صندوق الاستثمار السعودي وصل للاهلي؟ ما انا مش فاهمها يا جماعه، ما انا مش فاهمها. طب احنا رايحين هنقلب الاهلي المغربي بدل الاهلي المصري؟ يعني خلاص هنجيب كل لعيبه المغرب عندنا الاهلي؟ خلاص الاهلي دخل يا باشا، قال لك مش هم دول خدوا ربع العالم، نجيبهم الاهلي بقى. مع الاهلي هيعمل كده، قال لك ايه، هات لي ده وهات لي ده وهات لي ده. اي لعيب لعب مع منتخب المغرب في كاس العالم هنجيبه الاهلي، عشان احنا رايحين كاس العالم للانديه 2025، فاحنا عاوزين نحقق مركز. فالاهلي دخل في سفيان بوفال. يا اهلي هنجيب سفيان؟ يعني سفيان خلاص من ضمن الاسامي المرشحه ان هي تيجي النادي الاهلي. احنا خلاص ده هيبقى الثالث مغربي في الاهلي، ثالث مغربي، ولو زودوا محترفين هنزود محترفين، هنجيب سفيان رحيمي جنبه خلاص، وهنجيب اشرف حكيمي، هنقلب منتخب المغرب. انا ساعه ما سمعت الخبر والناس كلها قايله لك ايه، احنا يا جماعه علينا فلوس ولا ايه؟ ما سفيان ده القيمه التسويقيه بتاعته دلوقتي عامله سكه 6.5 مليون دولار، 6 مليون دولار. انت بتتكلم في الرينج ده، واحنا كالنادي الاهلي طبعا احنا عارفين الاهلي طول حياتنا احنا ما بنعلاش عن 3.5. ده 3.5 ده واحد ده جاب اخرنا، ما بنجيبش واحد باربعه. ده موليكا فضل نلففه كده وما جبناهوش برضه، وراح الخلود السعودي وحتى مش عارف يلعب. تمام. ولكن سفيان مهاجم قوي يا جماعه، مفيش كلام، مهاجم قوي. لو هو من ضمن الاسماء ان هي مرشحه ان هي تيجي النادي الاهلي نجيبه يا بيه. عندنا تجربه وليد ازارو نجح، عندنا تجربه بدر بنون نجح، عندنا رضا سليم نجح، عندنا مين بقى؟ يحيى عطيه الله اهو جه باذن الله ينجح هو كمان. خلاص يا جماعه هنبقى اسمنا الاهلي المغربي. ما انا مش فاهم يعني القصه. سفيان ده مهاجم جامد قوي يعني يجي عندنا الاهلي مع وسام ابو علي، يا ليله سودا يا ليله سودا. انت خلي بالك اي مدافع يلعب قصاد الاهلي لا حول ولا قوه الا بالله هقفشهم ازاي دول. انت متخيل خط هجوم النادي الاهلي؟ ما هو الاهلي لازم يخطط كده، فاهم؟ الاهلي لازم يخطط كده ان الاهلي قدامه كاس العالم للانديه السنه الجايه، فانت لازم تخطط. في ناس تقول لك الاهلي بيوديك في سكه عشان هو يخلص في سكه ثانيه، دي برضه استراتيجيه في موضوع التعاقدات. يعني الاهلي ممكن يوديك في سكه ان هو هيتعاقد مع اللعيب ده فكل الانظار تبقى مع اللعيب ده، فجاه الاهلي يروح يجيب لعيب تاني. وارد، يعني هو وارد الاهلي يعملها، ان الاهلي ممكن يوديك يقول لك مع السلامه انت، وبقى راح اجيب صفقه ثانيه. يعني ابسط مثال صفقه يحيى، يعني كل الناس قالت لك حتى وكيل يحيى طلع مع سيف زاهر وقال لك ان يحيى دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك وهو الاقرب الى انضمامه الى نادي الزمالك. فجاه يحيى في الاهلي، ده بقى رسمي. فهي نفس الموضوع ونفس القصه بتتكرر تاني، ان كله رايح في صفقه سفيان وفال. ممكن الاهلي يروح يخش في مهاجم تاني، بس المهاجم التاني ده ما ظهرش على الساحه، يعني مفيش حد عارفه، فاهمني؟ ولكن سفيان ده لو جه يا جماعه لا صفقه سوبر، صفقه تقيله، صفقه اللي هي تبصم بالعشره عليها كده، فاهم قصدي؟ تبصم بالعشره. وادينا هنشوف، يعني دينا قاعدين وادينا هنشوف. ولكن الناس برضو بتسعى على صفقه بن رمضان بنسبه كبيره جدا في الاهلي. هتقول لي يا عم كل المحترفين دول اقول لك يا باشا ما كله ماشي. يعني بيرس سوا هيفلسع هنجيب مكانه سفيان، عندك ديانج هيجي مكانه بن رمضان، فهمتني قصدي او فهمت قصدي؟ فانت بتتكلم انك هتمشي محترفين كتير عشان تجيب يا باشا، عشان تبدا تدعم، عشان انت عندك كاس عالم وعندك بطولات كتيره الموسم الجاي تقيله جدا، فانت لازم صفقات تكون قويه جدا، وصفقات على قد المسؤوليه، وصفقات تصنع الفارق معاك، فهمتني؟ فانت بتتكلم انك لازم تجيب صفقات جامده جدا. فادينا هنشوف الصفقات اللي جايه. يعني بن رمضان بنسبه كبيره جدا لبكره لبعد بكره. سفيان بوفال لسه في خلال الساعتين دولت تم انتشار الخبر، وادينا هنشوف الايام اللي جايه او في الساعات اللي جايه.